تعالوا معايا اخدكم في واحد من اكبر الماراثونز اللي اتعملت في مصر في الجامعه البريطانيه. انا اصلا شخص مش رياضي خالص وما بحبش الرياضه، بس قلت ليه لا ما اروحش واغير جو واعمل حاجه جديده. اول ما رحنا ادونا الهاتس دي والكاردز دي اللي انتوا بتعلقوها لو انتوا كنتوا هتجروا يعني في الماراثون. الاجواء اصلا من اول ما رحنا وهي كانت حماس جدا، واللي قاعدين بيعملوا ورم اب وقاعدين بيجروا كده ويتدربوا شويه ويسخنوا جسمهم علشان اول ما يبتدي الماراثون فعلا يقدروا يجروا ال10 كيلو. انا الصراحه لقيتهم بيعملوا ورم اب، قلت اعمل نفسي بعمل ورم اب معاهم، بس انا بصراحه كنت بفيكت عشان انا اصلا ماليش في رياضه ماليش اي حاجه، بس انا يعني كان شكلي وحش قوي وانا الوحيده اللي واقفه كده بتفرج عليهم يعني، فقلت اشاركهم شويه. والحقيقه ان انا ندمت ان انا ما عملتش معاهم بجد، وهتعرفوا ليه في الفيديو. بالمناسبه هو كان في 5 كيلو ران و10 كيلو ران، وكان في 2 كيلو فاميلي ووك، ده للناس يعني عائلات وكده او الناس اللي صحتها على قدها زي حالتي. حضر الماراثون طبعا ناس مهمه جدا ومن ضمنهم وزير الشباب والرياضه، زي ما انتم شايفين كده كانوا بيعدوا لنا علشان نبتدي وننطلق بالماراثون. طبعا انا كان عندي ثقه غريبه في نفسي ان انا هقدر اكمل ال10 وال5 كيلو ران، بس قال يعني انا اللي اتنحيت وقلت ان انا هجري ال2 كيلو بس، هم اسمهم فاميلي ووك بس انا كنت هجريهم من غير توقف. والحقيقه ان انا مع اول 10 متر تعبت وكملتهم ماشي، وعند الجيت بيقولوا لكم ال10 كيلو وال5 كيلو بره، لكن ال2 كيلو جوه الجامعه. فحد من المنظمين بيقول لي لا اللي جوه الجامعه ده ال2 كيلو، فاكرني يعني شخص رياضي بقى وكده وهيكمل ال10 وال5 كيلو. قلت له لا انا عارفه اخري، شكرا. رغم انه كانوا 2 كيلو بس ومشيت نصهم، بس التشجيع اللي هم كانوا بيشجعوه للناس اللي بتخلص حسسني ان انا عملت انتصار عظيم جدا. I will take it. لما بترجعوا بتاخدوا موز بقى وميه، في كذا بوث لحاجات كتير قوي بتوزع حاجات سامبلز فري، في مسابقات تقدروا تشتركوا فيها، فرق قاعده بتطبل وموسيقى، وكان في فعاليات كتير قوي حلوه. الحلو في الموضوع ان اليوم كان بيشارك فيه كل الناس من فئات مختلفه واعمار مختلفه، كان فيه مسابقات كتير وحاجات كتير تقدروا تشتركوا فيها خاصه بالرياضه او غير الرياضه، وكان فيه كليات مشتركه برضو باكتيفيتيز وحاجات. من ضمن الاكتيفيتيز اللي عجبتني قوي الارت فور يور منتال هيلث، كان عنده مندله تقدروا تلونوها، بس اللي عجبتني قوي كانت حاجه اسمها اوريجامي اللي هي بتعملوا اشكال الورق المقوى، وهم بيعلموكم الاشكال دي وتقدروا ان انتوا تبدعوا بقى بالوان مختلفه زي ما انتوا عايزين، وتطلعوا كل الحاجات اللي في دماغكم على الورقه دي او في الفن ده من غير ما تحسوا ان انتوا لازم تكونوا بيرفكت وان في طريقه صح وحيده هي اللي لازم تعملوا بيها الحاجه دي من غير ما حد يجادج او اي حاجه. فالموضوع كان حلو قوي. انا طبعا عملت قطه، لان اللي يعرفني يعرف ان انا بعشق حاجه اسمها قطط. مجرد ما شفت ان هم عندهم اشكال من ضمنها ان احنا نقدر نعمل قطط، فعلى طول ما ترددتش قلت لهم قطه. وعلمونا كمان ازاي نعمل فراشات، وقعدنا نلونهم ونبدع بقى في الورق ده. بعد كده قعدنا نعمل فريم برضو ونلون عليه. كانوا بيعملوا انترفيوز للناس اللي شاركت في الموضوع ده علشان ياخدوا رايهم عن ارت فور منتال هيلث، وانا بما اني كنت معجبه بالموضوع ده جدا فما ترددتش ان انا اقول لهم رأيي. الماراثون ده كان اتعمل السنة اللي فاتت 2024 وكان عن Run for your health and well-being، والسنة دي في 11/4/2025 هيتعمل تاني بس المرة دي Run for the quality of education، وانا متحمسة ان انا اشوف ايه الاكتيفيتيز اللي هتكون فيه. بس اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا في الميني فلوج ده واليوم ده. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.